السلام عليكم. اليوم جيت نهضر معكم على قلة النعاس. قلة النعاس اللي هي نتيجة الأرق، قلة النعاس اللي كلنا كنعانيو منها، قلة النعاس اللي كتأثر لينا بزاف على حياتنا اليومية وعلى صحتنا وعلى نفسيتنا وعلى كل شيء. قلة النعاس اللي جاية من بزاف العوامل. عندنا النعاس المتقطع في الليل، عندنا فيقان بكري، واخا تنعس ولا تسهر كتفيق بكري، كضربك الفيقه بكري كما تنقولوا. عندنا بزاف ديال الاسباب اللي كتاثر لينا على نعاسنا ولا كاليتي ديال النعاس ديالنا. ما بين هاد الاسباب كاين شي حوايج اللي خارجه على اراده ديالنا، بحال كاينين شي ناس اللي مرض وكياخذوا شي ادويه، وهاد الادويه هي اللي كتخربق لهم النعاس ديالهم كما تنقولوا. هاد الناس سي سامبل مع الطبيب ديالهم راه هو غيعالج لهم هاد المشكله وغيعطيهم لي زاستيس ا سويفر. كاينين شي حوايج اللي كنديروهم حنا بيدينا، بحال دابا باغ اكزومبل قبل من النعاس عندنا لا كونسوماسيون ديال لي زيكسيتون، بحال الكافيين اللي هي القهوه، التيين اللي هو اتاي، النيكوتين اللي هي السجائر. المهم بان ليا اي حاجه فيها خصنا اون دوا ليفيتي. كاينين بعض الامراض، كاينين الناس مثلا اللي كيعانيو من ضيق التنفس اللي هو لازم تيتخنقوا عند النعاس، دونك خصهم كيفيقوا. كاين لي ديابيتيك اللي عندهم السكري، عندهم مشكله ديال التبول في الليل. كاين اللي عنده المشكله ديال لو ارجيو اللي هو لو غفلو، عصاره المعده، دونك حيت هذيك في بوزيسيون الونجي تتكتر، دونك حتى هو تيكون عنده داك الحموضه اللي كتطلع سالو ديرونج في نعاسو. وكاين عادات النوم السيئه اللي من بينها النعاس، السهر، بزاف العوامل كتكون عندك في بيت النعاس ديالك اللي كتخلي نعاسك ماشي هو هذاك. وهادشي كله كيأثر على الساعه البيولوجيه اللي هي ديال لو كور ديالنا. والساعه البيولوجيه هي اللي كتكون مريقله على الفيقان وعلى النعاس، وسورتو عندها دور مهم في افراز ديال الهرمون الميلاتونين. الميلاتونين سي سامبل هو الهرمون اللي كنسميوه حنايا هرمون النوم، هو الهرمون اللي كيتفرز عند النوم، هو الهرمون اللي كيتفرز بقله في النهار في الضوء وكيتفرز بكثره في الليل في الظلام، هو اللي كيخلينا نعسو. كاين اسباب اخرى بحال باغ اكزومبل كاين اللي كيجي حتى كيقرب ينعس عاد كتبان له هو الماكله، عاد كيجيه الجوع، دونك كينوض كياكل مواد دسمه، كياكل طاجين، كاين اللي ياكل داكشي ثقيل. كاين عاوتاني ما بين الاسباب واللي بكثره هي التفكير. هو الانسان ستريسي، وديجا درت اون فيديو على ستريس اللي حتى كيتخشى هو في فراشو، وعوض ما ينعس عاد ما تيرجع الفيلم ديال مشاكل كلها في راسو، ديال اعصابو، ديال بزاف الحوايج اللي كتخلي المخ فايق ما غاديش ينعس، وكتخلي المخ اكسيتي العصبيه، دونك سا ايد با. دونك هادشي من بعض الاسباب اللي كتخلي لنا النعاس با اون بون كاليتي دو سومي. الاعراض والنتائج، بيان سور الا ما نعسينش مزيان في الليل غادي تنوض الصباح فيك عندك الصداع في راسك، ضرك راسك، لا ميغرين، عدم التركيز، ما مكونسونطريش على حوايجك، فاتيغي، الخمول، ما قادرش تحرك، ما قادرش دير الانشطه ديالك اليوميه، كوساسوا الخدمه، كوساسوا بزاف الحوايج ما كنديروهمش، كتكون معصب، مكتئب، مقلق. حنا العيالات لي سيرن كيكون عيني تحت عينينا كحلين، بون حتى الرجال، ولكن حنا العيالات كنهتموا بزاف بسوا ديزون الجمال. كتكون التعب، لا فاتيغ، حاله غادي تدوز نهارك. هادشي كله مناش حيت ما نعسش مزيان. هادي مشكله في حقيقه كيعاني منها كلشي، كاع لي زاج، يعني الكبير والصغير. اليوم نيت كنشوف حتى قله نعاس عند الدراري الصغار. دونك لا كاليتي دو في elle est vraiment انفلونسي. كاينين شي حلول
حلول اللي نقدروا نديروهم حنا بيدينا، حلول بسيطه جدا اللي نقدروا نديروهم بحنا بيدينا. بحال دابا باغ اكزومبل ملي كنهضروا على الساعه البيولوجيه، راه كنهضروا على النهار وكنهضروا على الليل. ملي كنهضروا على النهار يعني خاصك تفيق في الوقت، خاصك تكون متعرض للضوء ديال النهار وديال الشمس الماكسيموم بوسيبل. وفي الليل خاصك تكون في الظلام، في يعني الظروف ديال الليل هي اللي تكون انت فيها. لا بروميير دي شوز باش يكون عندك واحد النعاس زوين في الليل هو لا سيست. لا سيست il faut vraiment ديك القيلوله ديال العشيه نعرفوا ننظموها. ملي تنقولوا قيلوله راه ماشي كما تنقولوا بالدارجه سير خمر. انا كنشوف شي ناس اللي كينعسوا ساعتين 3 سوايع في العشيه. انت الا نعستي ساعتين ولا 3 سوايع في العشيه ونضتي مع 6 العشيه باغ اكزومبل، امتى غتنعس في الليل؟ يعني ديك القيلوله كيقول لك ما بين 15 دقيقه حتى ل 30 دقيقه، يا راحه تعطي غير راحه لذاتك، ماشي ولا بد ما تدخل في النعاس وتضربها بالسوايع. دونك القيلوله خاص منين تدخل لفراشك وتبغي تنعس في الليل خاصك ديكونيكتا. النهار صافي، النهار سالا بزوين وبخيب وبمشاكل وبكل شيء، خاصك توجد راسك نهار اخر جديد بون انرجي. كاين عاوتاني اللي هضرنا قبيله على الان. دونك فو ايفيتي لي كافي، لي سيجاريت، عندك اتاي، لي سيكسيتون اون جينيرال فو لي ايفيتي واحد 7 او 8 7 حتى 8 سوايع قبل من النعاس. مي عندك الماكله، هضرنا على الماكله. دونك الاكل قبل من النعاس لا على الاقل واحد 4 سوايع قبل ما ننعس ما ناكلوش. وتا الا بغينا ناكلو في الليل ما ناكلوش النشويات، ما ناكلوش اي حاجه صعيب الهضم ديالها. دونك ايفيتيوها. باغ كونطخ نقدروا ناكلوا الحوايج اللي هي سهله الهضم ديالها. كاين اللي تيقول لك لا انا ما يمكنش خصني ناكل قبل ما نعس. دونك كاين بحال دابا واللي كتساعد جوستومون في لا سكريسيون ديال الميلاتونين اللي هي بحال دابا البنان، كاين اللوز، كاين الكيوي، كاين التوت. هادشي كيشبعوا و اون ميم طون ساهلين في الهضم وكيعاونونا في الافراز ديال الميلاتونين. عندك الرياضه حتى هي تري امبورطونط. تيقول لك تغدى وتمدى وتعشى وتمشى. دونك الرياضه حتى هي مزيانه. عندك قبل في الليل تعشى ما فيها باش تخرج دير واحد اون دوميور دو مارش. الا حسيتي براسك كريسبي، حسيتي براسك معصب، انا نصيحه مني بلا ما تمشي تنعس ديريكت، احسن حاجه تاخذ اون دوش. ومن الاحسن تكون اون دوش شود باش كترخي عظامك وكترخي لي موسكل ديالك وتدخل تنعس في فراشك على خاطرك. من الدوش للفراش. كاين حوايج اخرى نقدروا ناخذوها نعاونوا بها بحال المغنيسيوم. تقدر دير ما فيها باس واحد 2 ا 3 موا نديروا اون كور ديال 10 ايام ديال المغنيسيوم. نقدروا ناخذوا لي تيزان في الليل. دونك كاينه بحال دابا اللويزه، كاين البابنوش، كاينين شي حوايج اللي كيقدروا يساعدوا باش يرخيوك. كاينه لا بون اليمونطاسيون. دونك كنعاودها وقلتها في لي فيديو اللي عندي قبل. دونك خاص لا بون اليمونطاسيون، نعرفوا واش كناكلوا امتى كناكلوا. مي الاهم هو المكان فين انت غتنعس اللي هي لا شومبر ديالك. لا شومبر ديالك اول حاجه خاصها تكون شومبر نقيقيه، خاصها تكون اون شومبر كما تنقولوا ما تكونش عامره بالباجاج. خاصها اون شومبر لا شومبر اكوشي فيها لو لي، فيها البلاكار، فيها دي تروك اللي ما تكونش حيت داكشي كيتقل على الجو ديالها. خاصك قبل ما تنعس ما فيها باش تهويها. خاص لا طومبيراتور فيها تكون مزيانه، ما تكون بارده ما تكون سخونه. خاص لا طومبيراتور فيها تكون ما بين 18 حتى 20 درجه. وكما قلت قبل احسن حاجه هي لا شومبر ما تكونش فيها التلفازه. دونك منين نبغي نعس ما كاينش ديك انا كنشعل التلفازه باش كنعس بها، با دو تو. الوغ تو سكي تكنولوجيك كو سوا التلفازه باغ اكزومبل ولا التليفون ولا لورديناتور ولا حوايج اخرى، من الاحسن نحبسوها واحد على الاقل نص ساعه قبل ما نبغوا نعسو، لانه حتى ديك الاشعه الزرقاء ديالها كتاثر على مخنا. دونك لا شومبر كوشي ديالك
ما تكونش فيها التلفازه. منين تنوي تنعس احسن حاجه ما يكونش حداك التليفون، ما يكون حداك لا اورديناتور لا شي حاجه اخرى، خاصك تخمم في نعاسك. والمهم من هادشي كله كما قلت لكم هي الحراره حتى ديال لا شومبر تكون ما بين 18 و 20 درجه، ما هي بارده ما هي سخونه. واهم حاجه هي منين تبغي تنوي تنعس خاص يكون عندك ظلام في بيتك. نعاودو نرجعو نهضروا على الساعه البيولوجيه اللي هي كتعرف بانه الا كان الظلام هو وقت النعاس، وهو اللي خاص كتفرز فيه الذات الميلاتونين. دونك الا غادي نعس خصني نظلم لا شومبر ديالي في الليل، ما يكونش فيها الضو، ماشي انا ناعس وشاعل حدايا الفيوز، ماشي انا، خاص فريمون يطفى الضو مزيان. وفي النهار خاص نحل مزيان الشراجم ونحل هذا باش يدخل مزيان الضو. دونك هادشي سي دي زاستوس اللي انا شاركتهم معكم، حتى انا كندير فيهم دابا. على الاقل كما قلت لكم الا باغي اون بون كاليتي دو سومي سي سامبل. من بغيت نتخشى في فراشي نص ساعه قبل، با دو تيلي با دو تيليفون ني ريان دو تو. منين نبغي نكون مرهق ونكون تعبان وكريسبي وداتي معصبه ما فيها بس ناخذ اون دوش قبل ما ندخل الفراش نديكونيكتا مع كلشي، نتكونسونطرا على نعاسي، لا شومبر تكون مظلمه. دونك بوغ باش ندخل في داك لو سومي بروفون كما تنقولوا. وراه هو احسن وقت ديال النعاس باش تريقل نعاسك وتصبح تنعس مزيان وتصبح مزيان، هي ما بين العشرة لعشرة ونص الليل حتى الخمسة ستة الصباح اللي هو الفجر. هادو دي بتي زاستوس شاركتهم معكم وتا انا غنعملهم. ومن بعد ان شاء الله تشاركوني بيان سور بارائكم وقولوا لي واش كاينه شي حاجه اخرى نقدروا نديروها، نصيحه حتى انا نصحوني، محتاجه النصائح حتى انايا، ما فيها بس داك ليشونج تيكون مزيان. ولهذا بيان سور ما غاديش تنساو بيان سور لايك اشتراك وتفعيل الجرس. سلام.